في المحاضرة اللي فاتت شرحنا الجهاز العظمي المحوري والجهاز العظمي الطرفي، وقلنا كل عظمة في جسمك اسمها ايه بالتفصيل. في المحاضرة دي بقى هنعرف كل عظمة النوع بتاعها ايه وايه الوظيفة بتاعتها اللي بتساعدنا في الحركة. أول نوع عندنا وهو اللونج بونز أو العظام الطويلة. وظيفة اللونج بونز هنا إن هي بتشتغل كنظام روافع، زي عظمة الفيمر وعظمة الهيوميرس وعظمة التيبيا. فاكر لما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت إن العضلة لما بتتحرك بتبدأ إن هي تشد العظم معاها؟ فالعظام بشكل عام بتشتغل كنظام روافع، ولكن تحديدا اللونج بون هي دي أكتر وظيفة بتعملها، زي عظمة الفيمر وعظمة الهيوميرس وعظمة التيبيا. وبعد كده عندنا الشورت بونز، والشورت بونز وظيفتها الاساسيه ان هي تخلي الحركه في اكتر من اتجاه، مالتي دايركشنال، زي التارسال بونز والكاربال بونز، بيخلوك قادر تتحرك في اكتر من جهه، فوق تحت يمين شمال، يعني بسلاسه اكبر، وده بيكون شكلها. بعد كده عندنا الفلاب بونز او العظم المسطح، وده وظيفته الاساسيه هو حمايه الاعضاء اللي تحت، زي عظم الجمجمه بيحمي المخ، وعظمه الاسترنم بتحمي القلب، وعندنا كمان لوحين الكتف دول يعتبروا فلات بون، والنوع ده من العظم بيكون مسطح واخد الشكل ده. بعد كده عندنا الirregular بونز، وده نوع من العظم ما نقدرش نحدد له شكل، ولا هو طويل ولا هو قصير ولا هو حتى مسطح، فبنسميه الirregular اللي هو غير منتظم، ملوش شكل محدد، زي الفقرات في العمود الفقري والعظم بتاع الوش، ودول بيساعدوا بشكل كبير جدا في الحركه. وكمان العمود الفقري بيحمي النخاع الشوكي من اي تلف، لان اي خبطه او اي تلف في النخاع الشوكي بنسبه كبيره ممكن يسبب لك شلل، فربنا سبحانه وتعالى خلق العمود الفقري عشان خاطر تمر من خلاله النخاع الشوكي. بعد كده عندنا السيسامويد بون او العظمه السمسميه، زي عظمه الباتيلا، العظمه اللي موجوده عند الركبه، ودي وظيفتها الاساسيه الحمايه. تخيل لو انت ما عندكش العظمه دي وانت بتجري ووقعت على ركبتك، حرفيا ركبتك هتتكسر، فوجود العظمه دي في المكان ده بيحميك من اصابات كتيره جدا.